مرحبا بكم مرة أخرى. وكيف ديما خليني نعتذر مرة أخرى على الدارجة ديالي اللي مازال ما مطلوقاش، ولكن المعلومة اللي غادي نوصلها لك اليوم هي أخطر وأكثر سرية في عالم الاستثمار العقاري للمغاربة. تحت طلبكم أجلنا حلقة استراتيجية الورثة اللي كنا غادي نهضروا فيها على كيفاش تشري عقار ب 30% أقل من الثمن ديالو، وغادي نكملوا على الموضوع اللي كيشغل بال كل واحد: الاستثمار بصفر رأس مال أو برأس مال بسيط جدا. في الحلقة الأولى هضرنا على المفتاح، هو أن رأس مالك ماشي هو الفلوس ولكن هو الخبرة والوقت. دابا غادي نكشف على الاستراتيجيات الثلاثة المتقدمة اللي كتخليك تهز مفتاح العقار بلا ما تحط التسبيق ديالو. القسم الأول سر التدبير، استراتيجيات المضارب بالأرقام. ملي كنهضروا على فلوس الناس الاخرين OPM ماشي كنقصدوا غير البنكه، كنقصدوا الشراكه اللي كتحول وقتك للكاش. هادشي كيخدم بزاف مع الجاليه المقيمه بالخارج لي MRE او المتقاعدين. راس مالك الحقيقي هو الخبره، القيمه ديالك هي القدره على ايجاد الصفقه الذهبيه، وهي العقار اللي مطيح الثمن ب 20% او اكثر حيث البائع عنده ظروف. هاد الصفقات ما كتلقاهمش في اعلانات المواقع، كتلقاهم في السوق الخفي word of mouth. المثال الواقعي للربح 50-50. تخيل لقيتي أرض في منطقة صاعدة في النواحي ديال طنجة ب 40 مليون درهم، في حين أن القيمة ديالها في السوق هي 55 مليون درهم حيث صاحبها مضطر للبيع. كتجيب الشريك اللي كيحط 40 مليون درهم ديال الشراء، كدير معاه شراكة 50% ليك و50% ليه بعد البيع. بعد سنة كتبيع الأرض ب 55 مليون درهم، الربح الصافي هو 15 مليون درهم. نصيبك هو 7.5 مليون درهم كربح بلا ما تحط حتى درهم من فلوسك، غير بذكائك ووقتك. القسم الثاني استراتيجية الضربة السريعة، أي وولسيلينغ العقود. هذه الاستراتيجية كتحتاج شجاعة قانونية وسرعة فائقة في التنفيذ، هي الطريقة المثلى لصفر رأس مال. المبدأ ليس الشراء بل بيع حق الشراء. الضربة السريعة أي الوولسيلينغ ماشي هي أنك تشري العقار، بل هي أنك تشري الوعد بالبيع ديال العقار بثمن رخيص وتبيع هذا الوعد لمستثمر آخر بثمن أغلى قبل ما تخلص أنت الثمن الأصلي. كيفاش كتخدم؟ التحدي: البائع المضطر. كتلقى بائع محتاج فلوس بسرعة وكتقنعو يبيع عقارو اللي يسوى مليون درهم ب900 ألف درهم. كتوقع معاه عقد القاضي عند موثق مع بند تنازل أي الأسيمنت كلوز. هاد العقد كيعطيك الحق باش تشري ب900 ألف درهم في ظرف 30 يوم وكتدفع تسبيق رمزي قد يكون 5000 درهم فقط. البحث عن المشتري: في ظرف 30 يوم كتقلب على مستثمر حقيقي وكتبيع ليه هاد الوعد بالبيع ب950 ألف درهم. الربح بلا تسبيق: في يوم التوثيق النهائي المشتري النهائي كيدفع 900 ألف درهم للبائع الأصلي وكيدفع لك انت 50 ألف درهم كأتعاب التنازل أي الأسيمنت فيه. انت كتربح 50 ألف درهم أي 5 مليون سنتيم بلا ما تحط راس مال كبير، غير بذكائك ووقتك. المخاطر والحذر: هاد الطريقة كتحتاج موثق كيفهم في وعد بالبيع الموثق اللي فيه بند التنازل، وخاصك تكون متأكد باللي الصفقة ديالك رخيصة بزاف باش تلقى مشتري في ظرف قصير أي 30 يوم. القسم الثالث منطقة تقليب التمويل، الفليبينغ ذكي. استراتيجية الفليبينغ فيكس اند فليب معروفة، ولكن الخطأ هو أن الناس كيعتقدوا أنها كتحتاج فلوس كاش للتجديد. بالعكس، المحترفون كيستعملوا التمويل لكل شيء. أولا، التمويل المزدوج، الشراء والإصلاح. البنكة كتقدر تقرضك حتى ل 70% من ثمن الشراء ديال العقار، ولكن المستثمر الذكي كيقنج البنكة تمولي حتى تكلفة الإصلاح بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كيفاش؟ ملي كتقدم طلب التمويل خاصك تقدم دراسة كتسمى قيمة العقار بعد الإصلاح أي RVU. شريتي دار ب 12 مليون درهم أي كتحتاج 300 ألف درهم للإصلاح. كتقنع البنكة باللي القيمة ديالها بعد الإصلاح غادي توصل ل2 المليون درهم. بهاد القيمة الجديدة 2 المليون درهم البنكة كتكون مرتاحة باش تقرضك مبلغ كبير كيغطي ثمن الشراء وتكلفة الإصلاح. المثال بالأرقام المقنعة: دفعتي 100 ألف درهم كتسبيق العقار ب 12 مليون درهم، اقترضتي الباقي أي 1,100,000 ألف درهم و300 ألف درهم ديال الإصلاح. المجموع المقترض هو 1,400,000 ألف درهم. النتيجة بعد 6 شهور كتبيع العقار ب2 المليون درهم، كترجع الدين أي
1,400,000 درهم، وكتحقق ربح الصافي ديال 600,000 درهم أي 60 مليون سنتيم، براس مال أولي بسيط جدا أي 100,000 درهم اللي ممكن تكون سلفتها من العائلة. ثانيا، التفكير في العائد على الكراء، الرينت اربيتراج. كيقدر يكون رأس مالك البسيط هو فلوس كراء. الاستراتيجية: كتكري شقة كبيرة ب5,000 درهم في الشهر بعقد طويل الأمد مع الملك، وكتقسمها ل4 استوديوهات صغار، إصلاح بسيط وقانوني. كتكري كل استوديو ب2000 درهم في الشهر. الربح الصافي: الدخل الشهري هو 4 في 2,000 درهم كيساوي 8,000 درهم، كتحيد منه الإيجار الأصلي أي 5,000 درهم. الربح الصافي هو 3,000 درهم في الشهر. راس مالك الوحيد هو فلوس التجهيز الأولي اللي تقدر تكون 30 حتى ل 50 ألف درهم اللي كترجعها في أقل من عام فضل الكراء الشهري. القسم الرابع: الدخول بأقل من 10,000 درهم أي المستثمر الرقمي. إلا ما عندك حتى ضمانات باش تاخد قرض وما عندك الشراكة، هاد الطريق هي اللي غادي تخليك تبدأ بأقل ميزانية ممكنة. صناديق الاستثمار العقاري أي الريت هي شركات عملاقة كتشري عمارات ومشاريع كبيرة وكتقسم الملكية ديالها الأسهم في البورصة. انت كتشري سهم واحد أو زوج بمبلغ بسيط اللي ممكن يكون أقل من 5,000 درهم أو غير ذلك. هاد السهم كيعطيك الحق في أرباح دورية من الكراء وكتستفد من ارتفاع قيمة الأصل. التمويل الجماعي العقاري كاين منصات في المغرب أو إقليميا كتخليك تستثمر في مشروع بناء أو تجديد مع 100 مستثمر آخر بمبالغ صغيرة كتبدا من 10,000 درهم أو أقل في بعض الأحيان. هاد الطريقة كتخلي المستثمر الصغير يوصل لمشاريع ضخمة ما يقدرش يوصل لها بوحده. خلاصة القول: باش تستثمر في العقار بصفر راس مال خاصك تكون صياد الصفقات باش تلقى الرخيص، وشاطر قانونيا باش دير شراكة المضاربة أو الضربة السريعة، وذكي ماليا باش تقنع البنكة تقرضك على أساس القيمة المستقبلية. السؤال القاضي اللي غادي نخليك تفكر فيه حتى الحلقة الجاية إن شاء الله: دابا شرينا بذكاء وجبنا التمويل، ولكن إلا بغيتي تطور هاد العقار، تبني عمارات، تزيد طوابق أو تقسم أرض، واش القانون غادي يخليك؟ شنو هي الخطوات القانونية اللي كتخليك تحصل على تراخيص البناء في أسرع وقت بلا ما توقع في عراقيل التصميم العمراني ديال الجماعة اللي كتضيع عليك سنوات؟ وكيفاش تعرف قبل ما تشري واش ديك الأرض مسموح لك تبني فيها R+3 أو R+4؟ الحلقة الجاية غادي نكشف لكم على الإجراءات المستعجلة لتراخيص البناء وكيفاش تصمم المخططات التعميرية قبل ما تحط أول حجرة. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء.